السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة التامنة من كورس البايثون بتاعنا. جميل. والنهاردة بإذن الله هناخد نص الديكشنري بإذن الله، والفيديو جاي بإذن الله هنخلص الديكشنري. هو الديكشنري بسيط برضو، بس يعني قسمته على فيديوهين عشان ما يكونش فيه برضو لخبطة في الحاجات اللي هنشرحها بإذن الله. فمتنسوش اللايك الجميل بتاعكم واشتركوا، عايزين نوصل بإذن الله 50 قريب، يعني في أسرع وقت بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ. أول حاجة، يعني إيه ديكشنري أصلا؟ فأنا دلوقتي مثلا عندي واحد اسمه مثلا أحمد، ماشي. أنا عايز أعرف بيانات عليه، هروح أعمل القوسين دول وأروح جاي بقى هنا هو كاتب في النص كده كده أهو، يعني أعمل بيه الشكل ده، ماشي، عشان أعمل ديكشنري. وهكتب مثلا النيم بتاعه زي كده اهو، ماشي. واروح اعمل نقطتين، ماشي. بس النقطتين دول كده اهو، واروح اعمل ان النيم اسمه احمد مثلا. هنا اعمل نقطتين لان انا بقول له ان الكي ديت بتساوي الفاليو ديت، ان المفتاح ده بيساوي القيمة ده. فهنا هو لازم النقطتين دول، ماشي. ما عملش علامة يساوي بالظبط يعني عشان ما تحصلش مشكلة، ماشي. بعمل النقطتين دول وبعدها مثلا فانا كده اهو يعني عايز اخلي دول بس يقربوا من بعض شويتين. تمام. طيب، فانا لازم بعد كل معلومة اروح حاطط فاصلة زي ديت عشان ما تحصلش برضو مشكلة، لان انا بعرفه ان دي معلومة لوحدها ودي معلومة لوحدها ودي معلومة لوحدها. انا هاجي هنا اهوت واروح اعمل برنت. هقول له دلوقتي ان انا عايز، ماشي، واروح اعمل قوسين، عايز عن احمد مثلا مثلا النيم بتاعه او اسمه، او وليكن نخليها فون مثلا. فانا دلوقتي لما اجي اعمل ران كده اهوت، زي ما انتم شايفين طبع لي الرقم بتاع احمد. يعني باختصار انا بستدعي معلومة او قيمة تخص احمد. يعني انا عندي ده الكي، تمام، وده الفاليو او القيمة بتاعته، ماشي. فانا دلوقتي عندي واحد اسمه احمد، بستدعي المعلومات بتاعته. فانا بقول له اطبع لي من عند احمد التليفون بتاعه، عايز اعرف التليفون بتاعه، فراح طابع لي التليفون بتاعه. فانا الديكشنري يعني بستدعي قيمة معينة متسجلة باسم معين، تمام، عشان اخد منها معلومة، ماشي. طيب، انا دلوقتي عايز اغير حاجة في القيمة ديت، في القيم ديت، يعني عايز اغير نيم او ايج او فون مثلا وليكن. فانا هروح اعمل احمد عادي بالشكل دوت، احمد عادي، والقوسين دول. وهروح اعمل مثلا وليكن هغير الايج مثلا، ماشي. لازم الكي او الاندكس اللي انا اغيره اكتبه بالظبط، ماشي. واروح اعمل يساوي، هغير الايج مثلا اخليه 30 وليكن، ماشي. هو كبر خلاص بقى دلوقتي. واروح اعمل رن، لا بس انا نسيت البرنت، ما شاء الله عليا. واروح اعمل برنت، ماشي، احمد بالشكل ده كده، احمد، ماشي. و ايج بتاعته، ايج الجميلة دي بتاعته كده اهوت. نروح عاملينها كوبي وعاملينها هنا اهو، نعمل رن. زي ما انتم شايفين طبع لي الايج ان عمره بقى 30، تمام. فانا دوت لو عايز اغير فاليو بتاعت اي حاجه، ديت اسمها كي ودي اسمها القيمه او الفاليو، ماشي. فانا لو عايز اغير اي فاليو، تمام، من دول او اي معلومه، لان انا بغير معلومات احمد دلوقتي بحدثها اول باول. فانا لو عايز اغير معلومه دلوقتي بعمل احمد، ماشي، وان انا عايز اغير العمر بتاعه واكتب القيمه الجديده هنا هو. تمام. تمام. طب انا دلوقتي بقى لو عايز اضيف للديكشنري ديت معلومة جديدة، اعمل ايه بالظبط؟ كان في حاجة في الليست اسمها append، تمام. لكن دلوقتي هروح اعمل كده اهو احمد، ماشي. واروح اعمل بقى القوسين دول كده اهوت، ماشي. وهكتب هنا اهو ايميل، واروح اعمل يساوي، واقول له ان الايميل بتاعه هو احمد @gmail.com وليكن، بس لازم اخليها
string بالشكل دوت. فواحد هيقول لي طب انت كده كأنك بتغير قيمة او value، هو اصلا انت مش كاتب ايميل جوه في الديكشنري. لا، ما هو بقى مش هيعتبر ان انا بغير قيمة، هو هيعتبر ان دي حاجة جديدة اصلا بضيفها في الديكشنري. فانا دلوقتي لما اعمل برنت واروح كاتب احمد، اللي هو مثلا هات الايميل بتاع احمد، تمام. لما اقول له هات الايميل بتاع احمد دلوقتي بالشكل دوت واروح اعمل رن، زي ما انتم شايفين جاب لي احمد @gmail.com، جابها لي من الديكشنري، كأن انا ضفتها في الديكشنري. هو ضافها الاول في الديكشنري، تمام، وبعد كده طبعها لي. طيب عشان اثبت لكم برضو ان هو ضافها، انا دلوقتي كتبت برنت احمد من غير ما اكتب اي كي معينة، ماشي. فعشان اثبت ان هي اتضافت اصلا من الاساس، انا مش هكتب او استدعي معلومة معينة اللي هي فون او ايدج او كده، انا هسيبها برنت احمد كده وخلاص ونعمل رن. زي ما انتم شايفين نيم احمد، ايج 28، كتب الفون وراح كاتب برضو الايميل. لكن انا بقى لو عايز استدعي الايميل بتاعه بس، هروح اعمل قوسين هنا اهوت واكتب ايميل بالشكل دوت زي ما عملنا من شوية، تمام، واروح اعمل ران تاني وهيجيب لي الايميل بتاعه بس. فكده احنا اتعلمنا يعني ايه ديكشنري، يعني ايه اغير value او قيمة جوه الديكشنري، ويعني ايه اضيف كي جديدة بفاليو جديدة بتاعتها تخصها برضو يعني. طيب فدلوقتي بقى انا عايز امسح حاجة من الديكشنري دي. في الليست كنا بنستخدم حاجة اسمها ريموف او بوب، لا دلوقتي الطريقة بقت اسهل جدا 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 يعني في الديكشنري بصراحة. تمام، فنمسح دول كده اهوت. طيب انا لو عايز امسح حاجة دلوقتي، فدلوقتي هروح كاتب اختصار ديليت، ماشي، واروح كاتب احمد اللي هو اسم الديكشنري اللي هو دوت، ماشي، احمد. وهروح اعمل الحاجة اللي همسحها، مثلا وليكن عايز امسح النيم مثلا وليكن، وهروح جاي عامل برنت الديكشنري كلها تاني اللي هي برنت احمد، ماشي، تمام، واروح اعمل رن. زي ما انتم شايفين جاب لي الايج وجاب لي الفون وما جابليش النيم. فالديكشنري باختصار هو زي الليست، يعني مفيش فرق كبير برضو، بل والديكشنري اسهل كمان في استخدامه. او ان في طريقة تانية ان انا ممكن استخدم البوب برضو، يعني انا ممكن استخدم طريقة الديليت، او ان انا ممكن استخدم طريقة البوب. يبقى كده البوب موجودة بقى في الليست وفي الديكشنري. يعني انا دلوقتي لو كتبت اسم الديكشنري اللي هي احمد دوت بوب، ماشي، ورحت عامل قوسين زي كده اهو، بس اكتب بس الاول الكي اللي انا عايز اشيلها، مثلا وليكن نيم مثلا، واروح عامل كده اهوت، واروح جاي عامل برنت للديكشنري من اول وجديد، برنت احمد بالشكل دوت. فانا لو عملت ران دلوقتي برضو جاب لي الايج 28 والفون بس، وما جابليش النيم. فدول كده طريقتين برضو عشان احذف من الديكشنري اي كي انا مش عايزها. طيب انا بقى دلوقتي عايز استخرج القيم بس، يعني انا عايز استخرج اللي هي احمد ديت و28 ديت ورقم التليفون ده. فانا عايز استخرج القيم بس عشان هستخدم منهم قيمة معينة. فدلوقتي هروح كاتب val يساوي، ماشي، احمد اللي هو اسم الديكشنري اللي هو دوت، ماشي، اسم الديكشنري ده مهم جدا، واروح اعمل دوت values بالشكل دوت، واروح اعمل قوسين كده اهوت، واروح عامل برنت values. هاتلي الفاليوز بس، هاتلي كل القيم اللي موجودة في الديكشنري بتاع احمد. زي ما انتم شايفين قال لي DICT او ديكت values، زي ما انتم شايفين احمد و28 والرقم دوت. طيب فانا دلوقتي عشان اتعامل معاها بقى واستخرج قيمة معينة عايزها تحديدا، الافضل ان انا اخليها list بالشكل دوت، واروح اعمل البتاع دي كده اهو في قوسين هنا اهوت، واروح قال له برنت واعمل له رن.
زي ما انتم شايفين خلاها لي من ديكشنري لليست عشان اعرف اتعامل معاها. تمام، عشان اعرف اتعامل معاها. لو عايز بقى استخرج قيمة معينة هروح جاي هنا اهو، اقول له print value، واروح اعمل هنا اهو كده اهو قوسين دول، وهقول له مثلا القيمة اللي انا هستخرجها، لانه كده هيحولها لليست، فهيخلي احمد اندكس 0 و28 اندكس 1 ورقم التليفون اندكس 2. فانا دلوقتي عايز استخرج مثلا مثلا احمد، فاقول له print value الاندكس 0 من الليست اللي انت هتعملها لي. فانا لما اعمل ران كده اهوت زي ما انتم شايفين جاب لي احمد، لان انا حولتها لي ليست عشان اعرف اتعامل معاها. فيبقى ان انا اطلب اي اندكس انا عايزه، يعني انا حولت الفاليوز بتاعتي لاندكس اعرف ان انا اطلبها. تمام، فعملت برنت فاليو ورقم الاندكس وليكن 0. طيب برضو الكي نفس الكلام، لو انا عايز برضو استدعي اي كي هنا هوت نيم او ايج او فون، هروح جاي عامل هنا هوت الكيز، ماشي، او الكي بتساوي list احمد كيز، ماشي. الافضل ان انا احول الديكشنري لليست، بس انا الاول قبل كل حاجه هشيل ليست عشان اوريكم ان نفس الموضوع برضو على الكيز او المفاتيح. فانا هعمل ان هو كيز او كي بقى، خليها كي عشان انا كاتب ان هو كي، ماشي، واعمل رن. زي ما انتم شايفين ديكت كيز نيم وايج وفون. طيب انا هحولها الليست عشان محتاج كي معينه او مفتاح معين، ماشي. وهروح جاي هنا هوت قبل ما احولها او اختار اندكس معين، بس معلش اروح اعمل رن، وزي ما انتم شايفين حول لي الكيز كلها ليست اهوت. تمام، وبعدها بقى مثلا عايز استدعي مثلا نيم، فاروح اعمل هنا هوت واقول له هات الاندكس 0 من الليست اللي انت عملتها لي ديت، فجاب لي نيم. فانا حاسس ان انا شرحت حاجات كتير صح، عشان كده قلت لكم هقسم الديكشنري على فيديوهين، لان الديكشنري كلها في فيديو واحد هتبقى صعبة جدا بصراحة يعني بس ايه، نحفظ الحاجات اللي في الفيديو ده الاول باذن الله. كالعادة هتلاقوا الملخص بتاعها في قناة الواتس، وهتلاقوا رابط قناة الواتس في الوصف. فدلوقتي بقى معلش عندنا اخر حاجة، ينفع نقول اخر حاجة؟ انا عارف ان انا قلت معلومات كتيرة والله. طيب فيبقى احنا قلنا ان الفاليوز بتتعامل زي الكيز في النقطة اللي احنا شرحناها دي دلوقتي. اخر نقطة برضو، انا لو معايا اكتر من فون هنا هو، يعني انا دلوقتي معايا اكتر من رقم تليفون. طيب فانا دلوقتي الديكشنري ديت انا زودت عنصر جديد. فانا لما زودت عنصر جديد او رقم جديد، او مثلا في ايميل واحط ايميل جديد لاحمد، لازم اعمل ليست، لازم اخلي الفون او الايميل دوت ليست زي ما انا كاتب بالشكل دوت عشان اقدر اضيف عناصر زيادة. طيب فانا دلوقتي لما اعمل ران بالشكل ده، دلوقتي قال لي ان الديكشنري فاليوز هم دول، وزي ما انتم شايفين كاتبهم لي في ليستة برضو، يعني جاب لي الفون كلها بالليستة اللي انا كاتبها. طيب انا هحول بقى الديكشنري لليست عشان اقدر ان انا اطلع رقم معين، فاضطر ان انا اخلي دي ليست. تمام، بالشكل دوت. فانا لما اعمل ران تاني خليهم لي ليست. طيب انا دلوقتي عايز استدعي رقم معين، هعمل ايه؟ الامر بقى هيتغير شويتين، فهيبقى برنت، تمام، احمد، ماشي. راح اعمل قوسين هقول له ان انا عايز اختار من الفون دوت اللي انا خليته ليست، ماشي. طيب وهروح اعمل كمان قوسين كده هو واقول له اندكس 0، عايز الاندكس 0 اللي هو الرقم اللي اخره 557، واروح اعمل رن. زي ما انتم شايفين جاب لي الرقم. فانا شرحت حاجات كتير قوي النهارده، يعني ربنا معاكم في والمشكله ان لسه فيديو تاني، يعني المشكله ان ده مخلصناش الديكشنري، فعشان كده انا قسمته على فيديوهين بس. يعني اتدربوا على الكلام ده اكتر من مره. برضو شوفوا الملخص اللي انا عامله، باذن الله يفيدكم. بس يعني
انا ملخص الكلام ده كله في صفحة ونص، الحمد لله، يعني ملخص كل ده في صفحة ونص. وحاجات كتيرة، فشوفوا الملخص اللي على الواتس، وبإذن الله بإذن الله الحاجات ديت تكون سهلة بالنسبة لكم. فوصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم بإذن الله في الفيديو الجديد اللي هنختم فيه المرة الجاية بإذن الله الديكشنري، وسلام.